حبايبي وحشتوني جدا جدا جدا. هقول لكم سبب الأجازة الطويلة دي ايه بس في آخر الفيديو. تعالوا نسمع قصتنا. ازيكم؟ أنا هاجر، فيديو جديد وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا نبدأ. قصة النهاردة بتحكي عن 2 حبوا بعض حب جنون، لكن سبب ان هما افترقوا عن بعض تحكمها الزيادة فيه، وسبب ان هي كانت بتعمل كل ده تحت مسمى الحب، لكن هو في الآخر وصف كل ده بالتحكم الزيادة والخنقة. يلا بينا نعرف تفاصيل القصة أكتر. بطلة حكايتنا بتقول: أنا كريمان وبيدلعوني يقولوا لي يا كوكي. حبيت سعد من وأنا في الجامعة، اتقابلنا وعجبتني شخصيته، إنسان جذاب شيك بيعشق الهزار والضحك. عارفين لما نبقى قاعدين كلنا مع بعض واليوم يبقى حلو قوي فيعدي بسرعة؟ وسبب تعرفي عليه إني دخلت شلتهم بسرعة جدا بسبب إني حلوة وروحي حلوة، وكانت شلته شلة جامدة جدا. كنا بنخرج ونهزر ونقضي وقت لطيف مع بعض. وفي يوم كانت في رحلة في الجامعة وكل الشلة قررت إنها تسافر، وساعتها أنا ما كنتش في المود لأن ماما وبابا كان بينهم مشاكل، وتقريبا كده كانوا واخدين قرار الانفصال. يعني نفسيتي كانت متدمرة على الآخر. وساعتها سعد اتصل بيا قال لي: إيه يا بنتي فينك؟ ما بتجيش الجامعة ليه؟ قلت له: مفيش، عندي شوية مشاكل. قال لي: طيب انت لازم تيجي الجامعة بكرة عشان في حاجة مهمة. قلت له: ايه هي؟ قال لي: بكرة لما تيجي هتعرفيها. وفعلا تاني يوم اتصل بيا قال لي: انت لسه في البيت؟ قلت له: اه. قال لي: طيب اعدي عليكي اخدك؟ قلت له: لا مش مشكلة، انا هفوق واخد الكوفي بتاعي وبعد كده هنزل. قال لي: طيب ايه رأيك في اللي يعزمك على الكوفي بتاعك ساعتها تلبسي وتنزلي؟ قلت له: طيب خلاص تمام، هجهز واستناك. وفعلا جهزت ونزلت ورحنا على الكافيه. طلبت أنا النسكافيه بتاعي وهو طلب قهوة زيادة. وساعتها قال لي: مالك؟ مش انتي كوكي اللي أنا أعرفها؟ وقتها لقيت نفسي بحكي له عن كل مشاكلي من غير ما أخبي عليه أي حاجة. حسيت إني أعرف سعد من زمان جدا، وساعتها حسيت إن هو اتأثر قوي بكلامي. قال لي: طيب ممكن بقى تسيبك من مشاكلهم دي عشان هي أصلا غلط عليكي؟ وساعتها طبطب على إيدي ودعمني بكلام كتير، وفعلا لقيت كلامه منطقي. قال لي: الله يسامحك يا شيخة، نكدتي علينا على الصبح. قال لي: ممكن بقى تسيبك من جو الصعبانيات ده وتخلينا في المهم؟ قلت له: تمام، ايه بقى الحاجة المهمة اللي بسببها نزلتني النهاردة؟ قال لي: انك وحشتيني. اتكسفت قوي وبصيت له وقلت له: طيب وايه كمان؟ قال لي: عشان المناسبة دي انا حجزتلك الرحلة اللي طالعة في الجامعة. قلت له: رحلة ايه؟ قال لي: الرحلة دي الجامعة عاملاها، طلع شرم الشيخ 5 أيام 4 ليالي. قلت له: أيوة بس. قال لي: مفيش بس، انتي محتاجة جدا للسفرية دي يا بنتي، دي زي ما يكون معمولة مخصوص عشانك ومفيش أي أعذار، وانتي أكيد هتعرفي تقنعيهم في البيت وقولي لهم ان انتي محتاجة تفصلي شوية، وأكيد عشان عندك مشاكل في البيت هيوافقوا على طول، ومش عايزة أسمع أي أعذار. أوكي؟ قلت له: أوكي. قال لي: وعلى فكرة أنا دفعتلك الحجز، يعني ما عليكي غير إنك تجهزي شنطتك وبس. يلا بينا بقى نروح الجامعة عشان صحابنا مستنيينا هناك، ومنها كمان ما تقعديش لوحدك. وساعتها قمنا ورحنا على الجامعة، والشلة كلها كانت عمالة تضحك وتهزر كعادتها، لكن أنا كنت موهومة بسعد لأنه بصنعة لطافة كده قدر إن هو يخرجني من جو الحزن اللي أنا كنت عايشاه. وبقيت أبصله بإعجاب، مش عارفة عشان أنا مفتقدة الاحتواء ولا عشان إيه بالظبط، بس قلت أسيب نفسي يمكن ألاقي اللي يعوضني عن كل اللي أنا محتاجاه. لكن كان في سؤال دايما محيرني، إن سعد بيعامل كل الناس بنفس الطريقة اللطيفة اللي بيتعامل بيها معايا، وفي نفس الوقت كان لسان حالي بيقولي: ما توهميش نفسك، انت مش ناقصة أي صدمة في حياتك. المهم عدى اليوم وأنا كنت مودي بقى أحسن من الأول. روحت البيت ودخلت على أوضتي على طول عشان ما يحصلش بيني وبين ماما أي مشكلة زي كل يوم يعني ما بيحصل بيني وبينها مشاكل. لكن لقيت نفسي بتصل بسعد وبتكلم معاه، وللأمانة كان لطيف جدا معايا وفضل يهزر معايا ويضحكني. بس سألني سؤال، قال لي: هو انت بتبقي مبسوطة واحنا مع بعض؟ قلت له: مع بعض؟ مع بعض ازاي يعني؟ قال لي: يعني لما بنكون قاعدين مع بعض او احنا بنتكلم. قلت له: طبعا ببقى مبسوطة، وعلى فكرة انا اللي متصلة بيك يعني مش انت، يبقى مبسوطة ولا لأ؟ قال لي: بصي بصراحة كده انا معجب بيكي من اول يوم شفتك فيه، بس ما قدرتش اصارحك وقلت خلي كل حاجة تيجي في وقتها، وخصوصا كمان اني ما كنتش اعرف عنك اي حاجة،
وانت كمان لما كنت بتيجي ما كنتيش بتقعدي مع حد. قلت يمكن أكيد مرتبطة، بس لحد ما جاتلي الفرصة عرفت ايه السبب اللي بيخليكي ما تحضريش كتير، وساعتها بجد حسيت اني قريب ليكي جدا، واتمنيت كمان اننا نكون مع بعض. المهم مرت الأيام وفعلا قربت أنا وسعد جدا من بعض، وساعتها سافرنا الرحلة، واحنا طول الرحلة قاعدين مع بعض. حتى بقيت اصحابنا كانوا متضايقين جدا من بعدنا عنهم، لأننا كنا طول الوقت مع بعض وسايبينهم لوحدهم، بس احنا كنا مبسوطين وحاولنا ان احنا نقعد معاهم في يوم. لكن في واحدة استخفت دمها واتكلمت علينا، لكن سعد مسكتش، ادها فوق دماغها. وانا وقتها سبتهم ورحت طلعت على الأوضة بتاعتي، وساعتها طلع ورايا سعد وأصر عليا إن إحنا نخرج نغير جو، وفعلا ساعتها خرجنا مع بعض، وقال لي أول لما نرجع هاجي وأتقدم لك عشان كل حاجة بينا تبقى رسمي، والجواز بعد التخرج، وكده كده أنا شغلي مضمون، هنزل الشركة بتاعت بابا وإنتي عارفاني أنا شاطر قد إيه. وفعلا رجعنا من الرحلة وكلمت بابا، قال لي تمام أنا موافق إني أقابله، وساعتها فعلا قابل بابا واتخطبنا. ومرت الأيام بسرعة جدا وعشنا أحلى فترة خطوبة مع بعض، وعدى 3 سنين واتخرجنا وبعدها اتجوزنا. لكن للأسف بعد الجواز ابتدى يتأخر كل يوم بره، وكنت ألاقي نفسي قاعدة طول اليوم لوحدي في البيت، ولما كنت أكلمه يقول لي الشغل، أعمل إيه؟ أنا لازم أثبت وجودي. المشكلة بقى إن يوم أجازته كان مقضيها نوم، يا إما نروح بيت أهله وهو ينزل يقعد مع أصحابه. ولما كنت أتكلم معاه يقولي هو في إيه؟ هو أنت مش عايزاني أشم نفسي يوم؟ ده اليوم الوحيد اللي أنا باخده أجازة، كل ده عشان باخد فيه كام ساعة ليا. وساعتها كنا نفضل نتخانق، بس بصراحة حسيت كده إن هو بيخوني أو بيعمل حاجة غلط. قلت يمكن يعرف حد عليا، ما هو مش طبيعي، إحنا بقالنا 3 سنين بنحب بعض، ومن أول سنة جواز يعمل معايا كده. وللأسف غلطت، وأنا عارفة إني غلطت، راقبت تليفونه وخليت أي رسالة تيجي على الواتساب تيجيلي أنا كمان. وفعلا ما لقيتش غير إن هو بينزل كل يوم يقابل صحابه بعد الشغل. وطبعا ساعتها لما واجهته اتخانقنا مع بعض، وساب كل المشكلة ومسك في إن انت بتراقبيني، وكبر الموضوع جدا. وساعتها ساب البيت ومشي وراح عند أهله. وقتها بعتله رسالة وقلتله انتوا كلكم شبه بعض، رجالة مش بتحب غير نفسها وبس، أنا زهقت من العيشة دي، انت لازم تشوف لك حل، وانا هسيب البيت ورايحة بيت ماما لحد ما تشوف لك حل. المهم بعد 3 شهور لقيته بعت لي رسالة غريبة جدا، بيقول لي تعرفي إني من ساعة ما بعدت عنك وأنا رجعت لحياتي الطبيعية تاني، بقابل صحابي وبخرج وبعمل كل اللي أنا نفسي فيه، وإنتي خليكي زي ما إنتي خنقتيني وزهقتيني من كتر الخناق اللي إنتي كنتي معيشاني فيه. قدامك حلين، يا توافقي تعيشي معايا بالطريقة اللي تريحني أنا، أو كل واحد فينا يروح لحاله. ساعتها لما قعدت مع ماما فضلت تأنف فيا وفضلت تقولي أنا قلتلك من الأول بلاش العلاقة دي، وانت لسه صغيرة على المسؤولية ولسه ما تعرفيش حاجة. وانت ساعتها جريتي على باباكي وحكيتيله عشان عارفة ان احنا مختلفين وهيعملك اللي انت عايزاه، وهي ادي النتيجة. كان لازم تبقي واعية كفاية عشان تعرفي تختاري صح. وساعتها اتخانقنا مع بعض كالعادة، بس انا ساعتها قلت كلام محدش يقدر يستحمله، زي انتي السبب في اللي انا وصلتله، انا كل يوم كنت عايشة في خناق وقرف، زهقت من المشاكل وجريت على أول واحد عرفته، كنت عاوزاني أعمل إيه يعني؟ ساعتها ضربتني بالقلم وقالت لي أنت بتتكلمي مع مامتك، إزاي تتكلمي معايا بالطريقة دي؟ وقتها سبتها وجريت على الأوضة بتاعتي، وما بقاش قدامي غير حلين، يرجع للعيشة اللي أنا حاسة إن أنا مسجونة فيها، أو أعيش مع أمي وكل يوم خناق. لكن وقتها فضلت إني أرجع البيت بتاعي، وده كان الأحسن بالنسبة لي. وساعتها سعد قال لي كلمي صحباتك وعيشي حياتك. وساعتها لما اتكلمت مع سعد قال لي كلمي صحباتك وعيشي حياتك وخروجي. قلت له وانت كده شايف ان دي عيشة؟ قال لي احنا لسه صغيرين ولازم نعيش حياتنا، انت سبتي ايه للعواجيز؟ ايه العيشة اللي انت عايزة تعيشها لنا دي؟ ساعتها حسيت ان الكلام ملوش لازمة، وبعدها حاولت اكلم صحباتي، لكن كانت طبعا كل واحدة عايشة حياتها، اللي كانت في الشغل واللي كانت متجوزة ومش فاضية، ومبقاش ليا حد غير الانترنت. فضلت أتكلم مع ناس معرفهمش ولا هم كمان يعرفوني، لكن لقيت نفسي بروح في طريق غلط ومش شبهي ومش بتاعي. وساعتها قررت إن أتكلم مع سعد وحاول معاه تاني، لكن ساعتها اتخانقنا مع بعض وطلقني. وقتها أخدت قرار إني لازم ألاقي نفسي واشتغل وأعيش حياتي الطبيعية، وأكيد التجربة دي
هتخليني اختار المرة الجاية. وحمدت ربنا إن ما كانش في أولاد بينا، لأنهم أكيد كانوا هيتظلموا، وقلت إن ده أكيد درس وإني لازم أتعلم منه، وإن الإنسان اللي أنا كنت متجوزاه ده مش قد المسؤولية. عمل زي الطفل اللي مسك لعبة شوية وزهق منها ورماها. حسيت إن هو هيضيعني وهيخليني أعمل حاجات عكس تربيتي وأخلاقي، وده كان اختبار قوي ليا يعمل مني إنسانة قوية. وزي ما بيقولوا كده، الضربة اللي ما بتموتش تقوي. ورجعت أعيش مع ماما، وبقيت أحاول أطول بالي شوية معاها وأتعلم منها إزاي هي قوية كده، وعدت الأزمة اللي كانت بينها وبين بابا وعاشت حياتها. وبالعكس بقت ناجحة في شغلها، وتقدم لها أكتر من حد مناسب، بس هي كانت بترفض. وفي يوم قعدت واتكلمت معاها، حكيت لي كل حاجة وقالت لي انت دلوقتي كبيرة كفاية. واتكلمت معاها وحكيت لي كل حاجة وقالت لي انت دلوقتي كبيرة كفاية وتقدري تفهميني. وساعتها قالت لي ان بابا كان بيعرف ستات عليها، ودي كانت سبب المشاكل الكتير اللي كانت بينهم والخناق اللي كان طول الوقت. قالت لي أصعب حاجة هي الخيانة، وإن الراجل يفكر في نفسه وبس. وأنا حاولت كتير إني أعالج المشكلة دي عشانك. لكن ساعتها قال لي إيه تعرفي؟ قلت لها إيه؟ قالت لي طلع العيب فيا أنا وجرحني بالكلام، فاخترت نفسي قبل ما أعمل أي حاجة أندم عليها، وساعتها أبقى خسرت دنيتي وآخرتي. فاهمة أنا عايزة أقولك إيه؟ قلت لها ياه أنت استحملتي كل ده؟ ضحكت وقالت لي وتعرفي إيه النتيجة؟ النتيجة إني بقيت إنسانة قوية، وعرفت أعتمد على نفسي كويس، واشتغلت الشغل اللي أنا بحبه ونجحت فيه كمان. وديكي شايفة أنا وصلت لإيه، وطالبة منك ما تسيبيش نفسك كده. وديكي شايفة أنا وصلت لإيه، وطالبة منك تشوفي بتحبي إيه وتعمليه. اوعي تسيبي نفسك كده، وصري على النجاح. هتبقي شخص قوي جدا، وتعلمي كمان من غلطك وغلط غيرك. وأي حد بعد كده يقرب منك لازم يعدي باختبارات صعبة اللي بيها يقدر يدخلك ويقدر يحققلك كل اللي انت بتتمنيه. انت لسه صغيرة ولسه قدامك الحياة، ومش عشان مريتي بتجربة فاشلة يبقى ده خلاص دي آخر الدنيا. لا طبعا، ده سبب كافي انك تلاقي نفسك وتحبيها كمان وتهتمي بيها. وقتها اترميت في حضنها وفضلت أعيط، واتأسفت لها على كل الكلام اللي أنا قلته لها، وعملت بنصيحتها. ودلوقتي الحمد لله بقيت ناجحة جدا، وتعرفت كمان على شخص جديد بعد 4 سنين انفصال. بس كده، وهي دي كانت قصتي. هقول لكم بقى سبب الأجازة الطويلة دي كان إيه. أولا انتوا عارفين إن أنا غيرت من محتوى لمحتوى، فطبعا ريتش القناة عندي وقع جدا. حتى الناس افتكرت إن هي وقعت عشان ما بقيتش أشتغل. لا، هو وقع عشان أنا غيرت من محتوى لمحتوى. تمام كده؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، كنا في رمضان ومناسبات وأعياد، وبعد ما خلصنا رمضان كانت الناس ابتدت تخش امتحانات تقريبا، فلقيت إن الموضوع مش مناسب. وبصراحة اليوتيوب أحيانا كده بيبقى محبط، فحبيت إن أنا أخد أجازة وأخد نفسي وهدنة محارب عشان أعرف أرجع لكم بكل طاقتي. طبعا انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، وشكرا لكل حد سأل عليا واهتم ان انا مش موجودة، وانا الحمد لله بخير وفي نعمة وفضل من ربنا. بس هي شوية الإحباط على شوية ناس بصلنا كده في حياتنا جمال لطاف، ربنا يكفينا ويكفيكم شر العين يا رب. فبأمر الله نرجع أقوى من الأول، وبأمر الله بيكم هنبقى أحسن وهتقدم وهرجع أقوى من الأول. كل ده بسبب دعمكم، وانا رجعت برضو عشانكم المرة دي كمان. ولو لاحظتوا انا شلت كل الفيديوهات القديمة عشان شوية اللخبطة اللي كانت عندي على القناة، وان شاء الله هعتبر ان انا هبتدي من الاول، بس المرة دي بأحلى عيلة في الدنيا اللي هم انتوا. ربنا يا رب يديم المحبة بينا، ودايما تسألوا عليا كده، بجد وحشتوني قوي قوي قوي. ربنا ما يحرمني من دعواتكم الحلوة. أنا بجد بفرح جدا لما حد بيدعيلي وأقول له لك بالمثل. شكرا جدا من كل قلبي، وادعوا لي استمر ونرجع أحسن من الأول. وإن شاء الله هحاول بقى بمناسبة الأجازة وإن انتوا خلاص بقيتوا فاضيين هنزل لكم 3 فيديوهات في الأسبوع، قصتين جداد وقصة من القدام اللي انتم كنتوا حابين تسمعوها. تمام كده؟ عشان في ناس طلبت مني تسمع قصص قديمة معينة كده هي حبتها وتعلقت بيها. وبس كده، ادعوا لي استمر. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.